السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. معكم أخوكم سعود السويد. أنا جبت لكم مقطع قصة جديدة في القناة. اسم القصة نهاية غموض. بس قبل ما أدخل في القصة سموا بالله عشان جاي على ذكرهم يحضرون، وأجيب لك أي شيء يدخلك جو مع القصة. ويلا دخلنا. طبعا الكل يعرف تهونا وفضوتنا للمجهول ورغم المصايب اللي نسمعها في القصص، وعلى الأغلب كلنا متعرضين للمس الشيطاني. وتسألوني ليش أقول الكلام هذا؟ بس قبل الإجابة راح أعرفكم على نفسي. اسمي سلطان، عمري قرابة العشرينات. عائلتي مكونة من أبوي وأمي، عائلة ما لها في المشاكل. أعطيكم هي باختصار عائلة مسالمة. في يوم كنت في إجازة منتصف العام الدراسي، كان روتيني متكرر، أكلة وخرجة وقراءة قصص جين. بس قصص الجين أقراها كثير، أقصد يعني في اليوم 3 إلى 4 مرات. وفي يوم رجعت البيت بدري وقررت أتصفح النت على العادة قصص جن. بس القصة اللي قرأتها كانت غير القصص اللي سمعتها، يعني فيها استحضار من الجن والشياطين وطلاسم. المهم بعد ما قرأت وخلاص استعديت للنوم، نمت على الساعة 1 بالليل، وفجأة فزت من محلي ودقات قلبي متسارع. قمت من النوم عشان أعرف الساعة كم. أول ما نزلت من السرير ولمست رجلي الأرض، في هذه اللحظة حسيت بشيء يمشي على رجلي. نظرت أشوف وش الشيء اللي يمشي. كان ثعبان وبدأ يلتوي على رجلي وبدأت رجلي تبرد. كنت مصدوم، كيف دخل؟ احنا في وسط المدينة اساسا، كيف جاء؟ حاولت اتخلص منه، اخيرا قدرت وذبحته. بس من بعدها ما نمت، كنت خايف ومرتبك وافكر معقول يصير مثل القصص اللي اسمعها. اسئلة كثيرة دارت براسي ما لقيت لها اجابات. دخلت في حالة وس، تخاطيت على اللي يصير، فقلت بروح المطبخ باخذ شيء اشربه. وانا امشي متجه للمطبخ حسيت بحركة في البيت. كنت ساكت ما بخوف نفسي كثر ما انا خايف. المهم بعد ما وصلت المطبخ وفتحت الثلاجة، في ذي اللحظة حسيت بشيء يتنفس نفس حاد وكأنها كان يركض. والتفت ويا ليتني ما التفت، تمنيت مت ولا اشوف هالمنظر. شفت شيء يتحرك خلف الطاولة وقربت منها وقربت اكثر واكثر ورفعت الطاولة، الا وفجأة كان شخص قصير مرة واسود وعيونه بيضة وكان يناظرني بحد ويبتسم ابتسامة صفراء. تركت الطاولة وقلبي طايح في بطني. كنت أركض مثل المجنون في البيت وأصارخ. قام أبوي من النوم وقلت له بصعوبة اللي صار. ناظرني أبوي بعصبية وقال أنت تتوهم، كل ذا الصراخ عشان شيء وهم أكبر، بطل عنك ذي الحركات. كلام أبوي أثر فيني، ومهما صار أبوي وأعرفها زين ما راح يصدقني، فقررت ما أعلم أحد. بعد جدالي مع أبوي وبعد ما هلكني النوم قلت بنام ذي المرة أرتاح من التفكير والتشتت اللي أعيشه. وبعد ما نمت حلمت بحلم مزعج ومتعب بنفس الوقت. تحلمت في ممر طويل عريض ومظلم، واشوف شخص من بعيد يصارخ بقوة ويقول سلطان سلطان. والمشكلة مو قادر احرك ولا عضو في جسمي، كنت متجمد تماما. المهم بعد نوم عميق وكوابيس متواصلة صحيت من النوم. عرفت انهم يبون مني شيء، بس الحل كيف اقدر اتواصل معهم؟ عشان كذا حاولت كذا مرة أدور أي شيء يفيدني بتواصل معهم. كتاب؟ لا. طب أروح عند ساحر؟ لا. هم مر 3 ليالي وأنا ما أنام بسبب الأشياء اللي أشوفها. يا الله أنا كل يوم أتعذب. لحظة، ليش ما أبحث في النت عن طرق تواصل مع الجن؟ أو بالفعل دخلت كم موقع وما حصلت إلا به. كان النوم ذابحني، قلت آخر موقع وخلاص. دخلت موقع كان اسمه طرق تواصل مع الجن، كان فيها أشياء كثيرة واللي عرفته صرح شيطاني وكذا. بس الموقع هذا فادني كثير، عطاني طريقة بس شوي صعبة. كانت الطريقة تاخذ قطعة لحم نية وتحطها تحت الفراش اللي تنام عليه، وبكذا تقدر تتواصل معهم في منامك. بعد عناء طويل نمت. تنبيه، الكلام اللي بينقال الحين كأبو السلطان. جاء رجل وربطني بسلاسل من نار وكان تحت سرير، بس سرير محترق والنار من حوالي. وتقدم واحد من الأشخاص ال5 وكانت شكلها ما يوصف. جاء عند وجهي بالضبط وكان لاصق بوجهي لدرجة ان نفسه يصدم بوجهي، وكان يصارخ. ما فهمت لغته، كان لغته 7. فجأة وقف كلامه ذا الشخص وكلهم التفتوا فوق جهة السماء وكأنهم مرعبين من شيء أو ينتظرون شيء. وفجأة وبدون سابق انذار جاء دخان أحمر، وعلى حسب فهم الدخان إذا مر على أشخاص تقول يموتون كأنه دخان هلاك. إلا هذاك اللي جاء يتكلم عندي هو الوحيد اللي ما أصابه أي شيء، بالعكس كان يستنشق ذا الهواء
وعلى حسب تفسير الدخان ده هو جاء مخصص لشخص معين. المهم بدأ 5 أشخاص يشيلون كرسي كبير ومن أطرافه شاب نار، واللي جالس كان شخص ضخم ومسك مطرقة كبيرة وضربها براسي حتى تكسر. والغريب كنت أشوف إيش اللي قاعد يصير، وبعد ما تكسر راسي بدأ الأشخاص يصرخون من قوة الضربة. أخيرا قمت من النوم والكابوس المزعج. لحظة، وش هذا؟ وش اللي قاعد يصير هنا؟ وش ذا الدم اللي ينزف من راسي؟ معقول اللي صار في الحلم صار في الأرض واقع؟ طب اللحمة فين؟ أسئلة كثيرة دارت براسي وما لقيت لها أجوبة. قمت نظفت نفسي من الدم وأنا أطالع بالمراية وأقول يا رب ساعدني يا رب. في ذي اللحظة سمعت صوت أذان الفجر. لا إراديا بدأ نفسي يضيق وبديت أصارخ صراخ قوي لدرجة حنجرتي بدأ ينزل منها دم، وبديت أشد شعري وأصقع راسي بالجدار والدم هنا وهناك. والغريب إن أهلي مو سامعين كل ذي الرجة والصراخ. الغريب نرجع للقصة. في ذي اللحظة بالضبط شفت شخص بدون رجول كان واقف على يده ويطلع من فمه شيء مثل الخنجر، وبدأ ينقز على وجهي وبدأ يقطع فيني، حتى لحم وجهي كنت أشوفه متقطع جنبي. وبديت أفقد نظري وما بقت إلا حاسة السمع، وبعدها فقدت الوعي بالكامل. صحيت وأنا في المستشفى وجنبي أبوي والدكتور. قال الدكتور يمدي يخرج اليوم. راح أبوي وأمي ياخذون إجراءات الخروج، وبقيت أنا لحالي في الغرفة. قمت من سريري أبي أشوف إيش صار، مو فاهم. كانت قدامي مراية، انصدمت، كان على وجهي شاش. بسرعة فتحت الشاش وتجاوزت ألم، وبعد ما فتحته هنا قشعر جسمي. شفت وجهي كلها جروح وما ينوصل من بشاعته، كان مشوه. بديت أبكي على حالي وندمت على كل اللي سويته. حسيت الدنيا أظلمت بوجهي، ما قدرت أناظر في وجهي أكثر من كذا. ربطت وجهي بالشاش وبدأ قلبي يتكسر على حالي. دخلت أمي ومسحت دمعتي وقالت ما عليك، راح تتعود مع الأيام. وبعدين الله يهديك، مين قالك تقرب من الخنجر والأشياء الحادة؟ هنا وقفت دمعتي. لحظة، أي أشياء حادة؟ هذا مو أنا سويته. معقولة أنا سويت بنفسي كذا؟ طيب اللي شفته معقولة فقدت عقلي؟ وإلى الحين يا عيال انتهى البارت الأول. يا ليت المقطع عجبكم ونال عرضاكم. بس قبل ما انهي المقطع بعطيكم حساب صاحب القصة، اسمه أمير، شو اسمه ذا؟ اصبر، أمير شرطة تحت 111331. المهم فيا ليت المقطع عجبكم ونال عرضاكم. يا ليت ما ترحمون من اللايكات والاشتراكات المفضلة. يا ريت المقطع ده يوصل 25 لايك او 30. ويلا الحين المقطع لايك اشتراك مفضلة. مع السلامة.